لا، هو ريال مدريد حاليا يحتاج لمدرب بهذه الشخصية، وبعد التعاقد مع تشافي ألونسو بشكل رسمي كان من المقرر أن يتولى قيادة الفريق بعد نهاية بطولة كأس العالم للأندية، ولكن أصرار إدارة نادي ريال مدريد على أن يتولى تشافي ألونسو قيادة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد المتكون من 32 فريق والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ودون الرجوع إلى مدربين الكاستية مثل سولاري وراؤول البيولي. نعم، وافق تشافي ألونسو، ولكن بشرط على أن يتعاقد نادي ريال مدريد مع ظهير أيمن وقلب دفاع وظهير أيسر. نعم، تعاقد نادي ريال مدريد مع أورنالد كظهير أيمن قادما من نادي ليفربول، وهنالك صحف إسبانية تؤكد هنالك اتفاق مبدئي بين إدارة نادي ريال مدريد وإدارة نادي بورنموث من أجل الحصول على خدمات هويسن كقلب دفاع، وأيضا هنالك اتفاق مبدئي بين إدارة نادي ريال مدريد وإدارة نادي بنفيكا من أجل الحصول على خدمات ألفارو كظهير أيسر.